اهي دي بقى التحلية اللي مش هتزهقوا من عمايلها وهتعملوها كل يوم، لان هي حرفيا بتخلص في دقايق. تحلية البسكوت والكريم كراميل هنعملها النهارده بكل سهولة، شكلها خطير وطعمها احلى بكتير. بس ما تنسيش تسمي بالله وتصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ على طول في الوصفة. انا استخدمت 5 باكو من البسكوت اللي هو بالكاكاو. ممكن تستخدميه بالفانيليا وتضيفي عليه معلقة من الكاكاو الخام، طحنته في الكبة ناعم جدا. البسكوت ده مقداره 300 جرام. ضفت عليه ربع كوبايه من الزبده المذابه عشان يديني قوام اللي هي الرمله المنديه. لما اضغط على البسكوته تتشكل. في ضربته برضو الزبده مع البسكوت في الكبه، وبدات ان انا اعمل لها اختبار. لقيت البسكوته لما بضغط عليها بتتشكل بالشكل ده. لو حسيت ان هي لسه مفروله ضيفي معلقه صغيره من الزبده لحد ما تديكي القوام ده، بس ما تكتريش. نزلت بالبسكوت كله في الصينيه اللي هي اللي بكليبس، الصينيه مقاس 26، ووزعته. وبعدين ضغطته كويس جدا جدا عشان لما اجي اقطع التحليه بتاعتي في الاخر ما يبقاش البسكوت مفرول. جبت 4 أكواب من الحليب، ما يعادل لتر كامل من الحليب. ضفت عليه ظرف واحد بس من بودرة الكريم كراميل، هاخد ظرف البودرة، مش هستخدم ظرف السكر المكرمل. هدوبه مع البارد وهحطه على النار يغلي دقيقة. لازم الخليط ده يغلي زي ما حضراتكم شايفين دقيقة. وهو ساخن جدا نزلت بيه في الكبة، وممكن جدا في الخلاط. وضفت عليه 10 بسكوتات من اللي بالفانيليا، وهطحنهم مع الخليط اللي هو بالكراميل عشان يديني قوام متماسك لما باجي اقطع التحليه بتاعتي. وهو ساخن على طول بصبه على البسكوت. وخلي بالكم يعني الخليط ده بيتماسك بسرعه، فصبوه على طول وهو ساخن. مش بيحتاج ان هو يدخل تلاجة، هو على طول نص ساعه كده في التهويه بيتماسك وبيبقى جميل. جبت 200 جرام من الشوكولاته، ما يعادل باكو من الشوكولاته. انا بستخدم سما بالحليب، بصراحه طعمها خطير وسهل جدا، وده اسرع جناش ممكن تعملوه. ضفت عليها ربع كوبايه من الميه، وخدتها على النار. دوبت فيها على نار هاديه جدا لحد ما كل الشوكولاته دابت وبقت ناعمه بالشكل ده. وبعد ما بردت صبتها على الخليط اللي عملناه بالكراميل والبسكوت، وسبتها تبرد خالص. ودخلتها التلاجة شويه عشان لما اقطعها الشوكولاته ما بتبقاش مسيله. وده الجناش مظبوط جدا، وتقدروا تزينوا بيه اي تورت وجاتوهات. سريع جدا ومظبوط، وان شاء الله ناجح على طول. خدت التحليه بتاعتي بعد ما بردت، سبتها حوالي ساعه في التلاجة. وهبدا ان انا اقدمها بقى وهي بارده كده وسهله جدا. وان شاء الله تجربوها وهتعجبكم قوي. حتى لو اول مره تدخلي تعملي حاجه حلوه هتنجح معاكي ان شاء الله بفضل الله. وزينتها بشويه من الكريسبي الابيض. طبعا التزيين ده يرجع لك، ممكن تحطي عليها بسكوت مطحون، شوكولاته مبشوره، كريز، زي ما انت عايزه. المهم ان انت هتعملي تحليه طعمها خطير ما تشبعش منها بجد. وخلصت في دقايق من غير ما تحتاجي بيض ولا كريم شانتيه، ولا حتى هتشغلي فرن. وعايزه اقول لكم طعمها ما يتشبعش منها بجد. وطبعا شفتوا الجمال ده كله عملناه بكل سهوله، ومش محتاج خالص انك تكوني محترفه في عمل الحلويات علشان تعملي الحلو النهارده. جربوها وان شاء الله تعجبكم وهتعملوها كتير. ما تنسيش لو عجبك الفيديو لايك وشير للوصفه، واشوفك ان شاء الله فيديوهات تانية في حفظ الله ورعايته.